بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة الذي يصادف 8 آذار، تتحضر حركة الهلال الذهبي في صالة محمد شيخو بمدينة قامشلو بفرقها الموسيقية لعرض الرقص الفلكلوري الكردي بهذا اليوم. تستمر فرقة الشهيدة ساكنة بتدريباتها الغنائية لاستقبال يوم المرأة العالمي في 8 آذار المقبل، وذلك على مسرح صالة محمد شيخو في قامشلو عبر الأغاني والرقص الفلكلوري بتجسد مقاومة المرأة في جبهات القتال. هذا وفي شمال وشرق سوريا تتحضر حركة الهلال الذهبي وحركة الثقافة والفن وكافة الحركات الثقافية برقصاتها الفلكلورية وأغانيها ومن كافة مكونات وشعوب المنطقة. براستي حشتي آذاري بهاتناوي حقيقة قدوم 8 آذار لهذا العام ليس ككل عام، لتزامنه مع مقاومة عظيمة في سد تشرين، سد الشهداء، ونحن هنا وبعزم أكبر وإرادة أقوى نحضر ليوم المرأة ليتناسب مع مقاومة المرأة في سد تشرين، مقاومة قوات حماية المرأة. نحن أيضا هنا وبكل عزم نحضر أنفسنا وفقا للمرحلة التي نمر بها، نعتمد على الأغاني التي تتغنى بمقاومتهن. نواصل تدريباتنا من أجل يوم 8 آذار، يوم عيد المرأة العالمي. نحن كنساء نشارك لاستقبال هذه المناسبة، نتدرب حاليا لنوصل صوتنا إلى العالم أجمع. هذا اليوم هو اليوم الذي رفعت فيه المرأة رأسها، وبفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وصلنا إلى هذه المرحلة وعرفنا أنفسنا، لذا نحضر أنفسنا كل عام بكل عزم للاحتفال بيوم 8 آذار.